اهلا وسهلا بيكم. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، وصباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم. حبيت اعمل المقدمة دي معاكم وافطر كده البسكوت المفضل بتاعي وعصير مانجا. تعالوا بقى نشوف اليوم بتاعنا ماشي ازاي. كان عندي حلة هنا فيها كيلو لبن جاموسي. طبعا انا بحوش الوش اللي هو اللبن ده. لو انت حابه تاكليه كده تحطي عليه عسل او مربى وتاكليه، مفيش مشكله. انا بحوشه وبعمله سمنه. عايزه اقول لكم العلبه دي كبيره، بس انا بشاور لكم عليها. يعني العلبه دي مقاس كبير. فتخيلوا لما تحوشوا وش القشطه وتعملوا سمنه بلدي في البيت. تخيلوا بقى الخير اللي هيبقى في البيت. طبعا انتوا عارفين السمنة غالية، وكمان مش طبيعي 100%، بتبقى مغشوشة ومختلطة بسمنة تاني. فانا حبيت بقى اعملها في البيت، ولو عايزة احولها لزبدة هسيبها تفك من بالليل، اسيبها تحت الفريزر واكورها كور واطلع المية منها. والمية دي ما بتترميش، اللي هو الشرش. وبيتعمل منه برضو معجنات بيتزا، يعني اي معجنات. وبكوره كده وبحطه في اكياس. ده بعمله زبدة. لو انا عايزة زبدة بعمل كده، لو انا عايزة سمنة بعملها على النار، بوطي النار خالص واطلع السمنة والمرطة بقى اللي في الاخر دي بقى بتتاكل. وما اقولكوش بقى، يعني في كل النواحي انتي مستفادة. المهم دخلت على الأوضة هنا، عملت الشباك. بدأت بالشباك الأول. لمعته كده تلميعة كده بالفوطة مبلولة ومندية. وبعدين دخلت على الكنبة. الكنبة كان عليها فرافيت كده كالعادة يعني. طبعا ما يعني معلش يعني ان هي متبهدلة. انا بصراحة قلت النهاردة هنلمها كده بالمكنسة، ويوم تاني ابقى امسكها اغسلها. دخلت بقى هنا على المطبخ. كنت محددة يعني في افكاري ان انا لازم اخد الحيطة اللي في المطبخ ديت اعملها في يوم. فبصراحة انا كنت مخلصة كل حاجة وموريش حاجة. قلت يلا هعملها معاكم في الفيديو عشان انتي كمان تتشجعي. فانا خدت الحيطة دي. هي حيطة بس بسيطة، انا ما عنديش حاجة في المطبخ. المطبخ نضيف وزي الفل. انا كل ما بعوز اعمل حاجة بدي لنفسي ساعة في اليوم. بحدد كده مع نفسي ساعة ان انا هعمل الجزء ده النهاردة، الجزء ده بكرة. بكرة مثلا عايزة ألمع العفش مثلا بتاع أوضة النوم. بكرة عايزة ألمع أي حاجة بره. أي حاجة بره في الشقة، برواز، يعني باب، أي ترابيزة، الكلام ده كله. بس بصوا لمعتها وبقت زي الفل وبتلمع ازاي. شايفين طبعا فرق بين الأول ودلوقتي. المهم كان عندي المنظم ده، كنت حاطة فيه مكنة الوافل والهاند بلندر والحاجات دي كلها. المهم رحت ماسكة كل الحاجات دي غسلتها، عشان طبعا كانت مطربة. ودي اللي هي بتاعت الكبة، وده المضرب البيض. كل حاجة الهاند بلندر غسلتها وحطيتها، وكمان هحط اللي هو مكنة الوافل. كله كده مسحته ولمعته. وهنا ده دولاب البلاستيكات، اللي هي العلب والمج الحراري، الحاجات دي كلها. هنا طلعت اهو على الرف. احط العلبة دي زي ما قلت لكم، دي فيها ادوات الهاند بلندر كلها. وهنا الكبة جنبها. ولما بعوز حاجة بنزل الباسكت واخد اللي انا عايزاه وارجعه مكانه. وهنا كنت لسه غاسلة شوية كوبايات محترمين. هنا بقى الشفشق بتاع الهاند بلندر انا بحطه هنا. تعالوا بقى لدرج المعالق. برضو كان بقالي فترة متغاظة منه وعايزة ألمعه. رحت جايباه كده بالليفة ودعكته، وبعدين عملته بفوطة مبلولة، وبعد كده نشفته. وغسلت برضو الدرج بتاع المعالق ده كان متبهدل. انا نسيت اصور لكم قبل وبعد. عايزه اقول لكم ان هو كان متدمر. لان انا طول ما انتوا عندكم كائن صغير في البيت لازم تلاقوا بهدله. لان احيانا بتاكل بالمعالق وبتحطها لي جوه الدرج من غير ما تتغسل. ف بلاقي بلاوي، يعني رز ساعات الاقي، مكرونه الاقي، كل حاجه بلاقيها في الدرج ده. فالمهم غسلت كده زي ما انتم شايفين. الدرج بقى زي الفل وبنترتب على قد ما اقدر، لان الحاجات كتير على الدرج. تعالوا بقى نعمل الحوض بتاع المواعين. بعد ما خلصت بقى انا حاسه ان الحوض شكله مش عاطفي،
مش عاجبني، مش هو ده لون الحوض بتاعي. جبت ليفة وجبت شوية كربوناتو، كنت كان عندي يعني جايباهم من عند العطار، وحطيت عليهم شوية صابون مواعين، ودعكت كويس كويس كده زي ما انتوا شايفين، دعك محترم يعني، رايح جاي رايح جاي وبالجناب وكل الكلام ده كله. وعملت الصفاية بتاعة الحوض وكل الحاجات دي كلها دعكتها بالليف عشان تبرق معايا. انتوا عارفين الكربوناتو والخل والليمون بيلمع الاستانلس قد ايه. المهم عملت كل ده وخلصته كده، وهشطب بقى كل ده مطرح الكربوناتو. بصوا شايفين ابتدت اللمعة تظهر شوية، بصوا اهو. طيب هتعملي ايه تاني؟ اصبروا بس، استنوا عليا. هجيب برضو ليمونة، دي كانت عندي في التلاجة، الليمون رخيص دلوقتي، خزنوا منه ما تنسوش. المهم جبت شوية كربوناتو بالليمونة كده، وقعدت ادعك الاستانلس كل ده بتاع الحوض رايح جاي رايح جاي بصوا شايفين فيه فوران بسيط، هتلاقوا كده فيه فوران. طبعا هنا انا عشان كاتمه الفيديو انتوا ما سمعتوهوش. بس واجيب شويه خل ويا سلام بقى على التفاعل، تحسوا ان في خناقه جامده في الحوض. بس انا كده خلصت، وهشطف بقى هشطف، وهتشوفوا بقى الجمال واللمعان والحلاوه بعد ما الحوض بقى بالمنظر ده. شايفين شكله؟ شايفين بقى جميل قد ايه؟ بجد لو وراكوا اي حاجة حددوا كده وقت ليكوا في اليوم ان انتوا لازم تخلصوا كل اللي وراكوا اول باول، عشان البيت يبقى متسيطرين عليه. يا رب يكون الفيديو خفيف، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.